السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض صينية بطاطس بالأجنحة. معايا حوالي 3 بطاطسات متقشرين ومتقطعين ترانشات كده، بس ترانشات سميكة شوية. معايا كيلو أجنحة. طبعا ده أنا كنت جايباه وغسلاه ومنقوع وكل حاجة ومتبلة معايا في الفريزر. أول حاجة طبعا البطاطس هكون غسلتها بتاعتي، هبدأ أرصها في الصينية. معايا بصلاية وقرنين فلفل، واحد حامي واتنين بارد، ومعايا 3 فصوص ثوم، ومعايا حوالي 4 5 طماطمات. ده كله بضربه عندي في الكبة ناعم. انا بحب اضربه في الكبه ناعم، ما بحبش احطه طرنشات كده عشان ولادي بينقوا البطاطس ويسيبوا الخضار، انما كده ما بيعرفوش ينقوها. ببدا ان انا بقى افضي كل الخلطه اللي انا عملتها دي على البطاطس. انا لحد دلوقتي ما حطيتش ملح وما حطيتش حاجه، بس الاجنحه انا كنت متبلاها عليها الملح بتاعها وعلى الخضار بتاعها برضه. هنزل كل الخضار اللي انا عملته، احط الملح بتاعي، ملح وكمون وفلفل اسود. انا من الناس اللي ما بتحبش تحط توابل كتير قوي في الاكل، يعني مثلا في ناس تشوفها بقى تحط حاجات كتير كده، انا بحس انها بتضيع طعم الاكل. يعني البساطة برضو بتخلي الحاجة زي اكل زمان كده، فيها طعمها. انما البهرجة الكتير دي بحس انها بتدي نتيجة عكسية. يعني كل حاجة بحط لها اللي هي محتاجاه بس. ابدا ان انا اغلف كل بطاطس بالخضار اللي انا عملته. بقلبها كويس. هبدا ان انا احط المادة الدهنية بتاعتي بقى، سواء سمنة سواء زيت ذرة ايا كان، يعني اللي انت بتفضليه على الاكل بتاعك. انا حطيت هنا معلقتين سمنة. نبدأ ان انا اجيب الاجنحة بتاعتي، ارصها بقى ايه واحد، يعني كلها على البطاطس كده. ده حوالي كيلو اجنحة. طبعا رصيت كل الاجنحة بتاعتي على وش الصينية. هبدأ ان انا بقى ارفعها على البوتاجاز الاول. انا اصلا بعملها في الفرن، بس قبل ما بحطها في الفرن بحطها الاول على البوتاجاز. لما بلاقيها نزلت كل السوائل اللي فيها واتشوحت كويس ببعضها، ببدأ احطها في الفرن تكمل تسويتها. يعني مجرد بس بحس انها نزلت كل السوائل بتاعتها، ببدأ ادخلها الفرن. بدخلها الفرن بشغل الشوايه اللي تحت بس، ما بشغلش من فوق الا الاخر، عشان الاجنحه ما تنشفش مني وتتحرق. احيانا كانت بدات انها تنزل كل السوائل اللي فيها، بس لسه برضو شويه. بسيبها حوالي 10 دقايق بس على البوتاجاز. هنا كنت خلاص بقى هشيلها. اللي مشتركش في القناه يشترك ويعمل متابعه ويدوس لايك يا جماعه. طبعا دي كل دي ميه بقى الخضار والبطاطس والاجنحه وكل اللي انا عاملاه. هي طبعا بتنزل كل السوائل دي وبترجع تشربها كلها تاني. انا ما بضيفلهاش ميه وبضيفلهاش شوربه ولا اي حاجه، هي بتستوي منها ببعضها كده. انا كنت عامل شويه رز بشعريه معاها. احنا بنفضل الرز بشعريه معاها. بحط معلقه سمنه ومعلقتين زيت، وبنزل بالشعريه بتاعتي. انا كنت عامل كوبايتين رز، بحط لهم حوالي 3/4 كوبايه شعريه. هبتدي ان انا بقى احمرها لحد ما تاخد اللون الذهبي معايا.
ما تسيبيهاش عشان خاطر ما تبقاش واحدة وواحدة أو لون ولون، دايمًا إيدِك فيها على طول، كل 3، 4 ثواني قلّبي، وما تبقاش النار عالية أوي عشان ما تحرقهاش منِّك من الجناب. دايمًا يبقى إيدِك فيها عشان ما تتحرقش، أو تبقى حبّاية وحبّاية. هنا خلاص كانت خدت اللون اللي أنا عايزاه، اللون الدهبي. بنغمّقها سِنّة كده عشان لسه مع المَيّة والسِوَى وكده بترجع تاخد درجة أهدى شوية. خلاص هي كده بقت خلاص مضبوطة. كنت طبعًا غاسلة الرز بتاعي وحاطاه في الصفاية يصفّي مَيّته خالص. هابتدي بقى أحط الملح بتاعه وأشوّحه. لازمًا الرز اللي بشعرية أو رز حبّاية وحبّاية تشوّحيه الأول، مش تشوّحيه كتير يعني تحسّي إن هو سِخِن كُلّه كده عشان السمنة تغلّف الرزاية، تبقى شكلها بتلمع وشكلها حلو ومفرفرة، ما تبقاش معجنة. يعني ما تحطّيش الشعرية والرز والمَيّة ورا بعضه كُلّه على كُلّه بعد كده بيخلّيها معجنة. لأ، شوّحي الأول الرز بيدّي لها لمعة حلوة. التشويحة ما بتاخدش أكتر من دقيقة يعني، بحيث إن الرز سِخِن بس معايا كده واتغلّف كُلّه بالسمنة. تفضلي طبعًا تقلّبي عشان خاطر ما يلزقش منِّك أو يتشوّح حتّة وحتّة، لأ بتفضلي إيدِك فيه شوية، دقيقة واحدة مش أكتر يعني. خلاص هو كده خلاص كان خلاص بقى كويس. هابدأ إن أنا أحط له المَيّة بتاعته. طبعًا رُزِّك أنتِ بتعايريه على حسب أنتِ عارفة الرُز بتاعِك نوعه إيه، رُز قديم، رُز جديد، رُز بلدي، رُز اللي هو بتاع الأكياس ده، أنتِ بتبقي عارفة الرُز إيه. باحط له المَيّة بتاعته. أنا طبعًا عارفة الرُز بتاعي مَيّته إيه، فبابدأ أضبّطها على كده. أنا الرُز بتاعي قديم شوية فبياخد مَيّة كتير. هو رُز بلدي. أضيف كمان شوية مَيّة لإن هي المَيّة بتاعته قليلة. خلاص كده كان خلاص تمام. هابدأ إن أنا أغطّي عليه بقى. الفرن طبعًا بتاعي كان الفراخ كانت في الفرن، ولّعت من فوق عشان تبدأ الأجنحة تاخد اللون اللي أنا عايزاه، اللون الدهبي ده. هنا طبعًا كان الرز بيغلي، هنا كان خلاص شارب مَيّته بقى. هابدأ إن أنا أوطّي عليه. هنا خلاص كنت خلّصت وغرفت كل حاجة.